بعديها بفترة اضطرينا نخش نعمل الproduct التاني اللي المكنة بتطلّعه، لقيناه ما بيطلعش. يمين، شمال، نجيب المكنة كده، نغيّر الsettings، نعمل كل حاجة، الproduct ما بيطلعش. يعني في مشكلة كبيرة وعندنا طلبية. خلّينا نبقى صُرحا وواقعيين، يعني بنحاول نخلّي البودكاست ده واقعي على قد ما بنقدر، صح. تمام. آآ مصانع كتير ما عندهاش الموضوع بتاع الvalidation ده، أنا باجيب الخط، باشغّل، باجرّب والدنيا مشيت تمام، بنشتغل والدنيا تمام. لو أنا ما عملتش validation إيه المشكلة؟ إحنا كده يعني عرضنا الفكرة وبوّظناها في الآخر الحمد لله. لأ خالص. أهلًا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست في المصنع. الحلقة المرّة دي عن موضوع غريب شوية عن المصانع عندنا. فأنا مش هادّي مقدمات كتير. معانا النهارده باشمهندس أحمد عهرمي، ضيف خبرة أكتر من 18 سنة في الصناعة، هيكلمنا عن الvalidation. إزيك يا هندسة؟ صباح الخير. صباح الخير يا حسن، وأهلًا بيك ومتشكر جدًا لاستضافتك ليّا. أنا اللي باشكرك على وقتك وإنك شرفتني النهارده. هاستأذنك في البداية تعرّفنا على نفسك. تمام. أنا أحمد العجرمي، مهندس صناعي، خريج جامعة أمريكية. أخدت ماجستير في الهندسة الصناعية، متخصص أكتر في الproduct development والsystem management، يعني تطوير المنتجات والأنظمة. آمم بقى لي 15 سنة في الجودة. 15 سنة باعمل فحص وباعمل audits على مصانع، صناعات كتير جدًا. من أول البلاستيك، الملابس، ممكن تقول كمان السجاد. أخدت منها خبرة كويسة. واشتغلت مع جنسيات كتير وعملت audits على جنسيات كتير. فالواحد الحمد لله بقى عنده خبرة كويسة في الauditing، وبقيت أعرف أتعامل مع جنسيات كتير في مجال الauditing عامةً يعني. مشرّفني ومنوّرني النهارده يا هندسة. ربنا يخليك يا باشمهندس. خلّينا نخش في الموضوع على طول. عايزين نعرف يعني إيه validation؟ validation. موضوع الvalidation ده طبعًا ببساطة جدًا هي عملية ممنهجة بتتم يعني في الصناعات عامةً، إذا كانت الدوائية أو الصناعات يعني الصناعة عامةً يعني. بتكون ليها علاقة بإنك أنت لمّا بتيجي تغيّر أي حاجة في ال في المصنع عامةً، يعني بإنك تضيف مكنة، تغيّر خط، أو تغيّر حاجة في المكنة، أو حتى لو جيت تسطّب software، أنت محتاج نظام ممنهج فيه أنت بتكتب كل حاجة، وبتختبر كل حاجة عشان تتأكد إن المنتج اللي طالع حسب المواصفات اللي مُتّفق عليها، حسب الsuccess criteria اللي مُتّفق عليها من جميع الأطراف، وأطلّع منتج العميل، في مواصفات العميل طبعًا. وفي نفس الوقت لازم يكون استمرارية المنتج ثابتة، مع تغيير العوامل كلّها عامةً. زي حطيت عُمّال مختلفة لازم تجرّبهم، حطيت settings مختلفة لازم تجرّبها. كل التغيُّرات ديّة لازم تتفحص وتتكتب وتتسجّل بطريقة ممنهجة عشان نتأكد إن المنتج يطلع سليم. لمّا حضرتك بتقول حطيت عامل، أنت قصدك على الخط الجديد والّا مجرد إن أنا أمّا باغيّر عامل على الخط محتاج إن أنا أعمل validation من أول وجديد؟ لو كذا عامل شغّال على الخط، أنا محتاج أعمل validation على الخط اللي أنا غيّرته ده. مش شرط إن أنا حطيت عامل جديد، لأ، مش كل أمّا هاغيّر عامل هاعمل له validation. أنا هامرّنه، لكن الvalidation ده أنا غيّرت في المكنة، والمكنة دي شغّال عليها كذا عامل، أنا محتاج أعمل validation للعُمّال دُولة على التغيير ده. تمام. طيب خلّينا نبقى صُرحا وواقعيين، يعني بنحاول نخلّي البودكاست ده واقعي على قد ما بنقدر، صح. تمام. آآ مصانع كتير ما عندهاش الموضوع بتاع الvalidation ده، أنا باجيب الخط، باشغّل، باجرّب والدنيا مشيت تمام، بنشتغل والدنيا تمام. لو أنا ما عملتش validation إيه المشكلة؟ يعني ليه أنا كمصنع أصلًا المفروض أعمل validation؟ ببساطة عشان أتأكد طبعًا زي ما قُلت لك إن المنتج مطابق للوصف.
ببساطة مصانع كتير جدًا ما عندهاش الإمكانيات وما عندهاش أقسام اللي هي مدربة إن تعمل validation بالشكل الممنهج اللي إحنا فاهمينه وعارفينه، يقدروا يعملوا risk assessment بtools بسيطة جدًا موجودة على الإنترنت، Excel sheets، حاجات كتير جدًا ممكن يعملوها بحيث إن هم يتأكدوا إن التجربة اللي هم هيقدموا عليها ديّة أو التغيير اللي هيقدموا عليه بيطلّع النتايج المرجوة. ماشي، بس هو يعني ممكن حد يقول لك أنا ما يعني أنا إيه اللي يخلّيني أعمل risk assessment أنا شغّال والدنيا زي الفل أهو، يعني لو ما عملتش الvalidation دي إيه يعني إيه اللي هيحصل يعني؟ ما فيش هتحصل شكاوي عُملا، هتطلع منتجات معيوبة، هتطلع إنتاج مش منتظم عامةً، يعني هو ده دي process عشان تشيل الrisk من عليك أو الخسارة من عليك، فما تمِّتش يعني هتضطر تقبل بالrisk اللي أنت هتعيش بيه يعني. تمام جدًا. طيب إيه بقى الفرق ما بين الvalidation والtesting والcommissioning؟ يعني غالبًا اللي بنشوفه في معظم المصانع هو لحد الموضوع بيقف لحد الcommissioning أو الtesting، بس دايمًا النقطة بتبقى بتاعة الvalidation دي بتبقى غايبة شوية. هل في فرق ما بين ال3 حاجات؟ آه طبعًا. آآ الtesting عامةً هو أنت بتفحص التشغيل، يعني بتعمل محاولة تشغيل وبتتأكد إن هي شغالة، أنت كده عملت testing. جميل. لكن الcommissioning أنت بتشغّل مَكَنة مثلًا وبتسلِّمها شغّالة بعد التركيب بس، لكن أنت ما بتتأكدش إن هي بتطلّع المنتج زي ما أنت عايزه. لكن الvalidation لأ، دي منظومة كاملة، لازم بتتأكد من إن كل العوامل المؤثّرة على الإنتاج وعلى المنتج تم اختبارها، وبتوثّق الكلام ده كلّه عشان تستخدمه بعد كده. طيب الvalidation process دي بتبدأ إمتى؟ إحنا قررنا نعمل التغيير قبل أي حاجة، الteam كلّه بيقعد بنحدد الsuccess criteria اللي إحنا محتاجينها، بنقعد نعمل brainstorming إيه المواصفات النجاح اللي إحنا محتاجينها، إيه المنتج اللي إحنا محتاجينه، إيه التغيير اللي إحنا عايزين نوصل له. أول ما نحدد الكلام ده ونكتب الكلام ده كلّه في test أو في protocol كامل كده أنت بدأت الvalidation وتقريبًا دي بتبقى أصعب مرحلة في الvalidation يعني، إنّك أنت تقعد تعمل brainstorm وتحدد كل المشاكل اللي عندك أو كل المتطلبات اللي عندك، دي أصعب مرحلة في الvalidation كله. يعني إحنا المفروض قبل ما نبدأ أصلًا تركيب الخط، نبقى عارفين إحنا هنtest إيه وهنعمل إيه بالضبط، عشان خاطر نعمل الvalidation ونضمن إن الproduct بتاعنا يطلع consistent بشكل ده من قبل أصلًا تركيب الخط. بالضبط كده. أنت قبل ما تبتدي لازم تكون محدد إيه الproduction steps أو إيه الsteps اللي أنت هتستخدمها، إيه الtools اللي أنت هتستخدمها، إيه الforms اللي الoperators هيستخدموها وإمتى، بتحدد كل حاجة وبتشوف إيه عوامل النجاح وإيه المواصفات اللي أنت عايز توصل لها. تمام. طب بعد ما بنخلّص الplanning ده إيه اللي بيحصل؟ طبعًا بتجمّع الdata كلّها، طبعًا بعد ما بتعمل التغيير بتبدأ تنتج أو بتبدأ تعمل الsample بتاعتك، تبدأ تطلّع الdata اللي أنت محتاجها كلّها، تجمّعها، تanalyze طبعًا، تطلّع conclusion، في الآخر تشوف هل الcriterias بتاعتك كلّها متحققة زي ما هي مكتوبة، تمام، بتجمّع ورقك وبتجمّع دنيتك وبتقعد مع الteam كلّه تقرروا إن الvalidation ده تم مضبوط ونجح وجاب المستهدف بتاعه والّا لأ. طيب أنا أمّا باعمل validation هل أنا باعملها على المنتج والّا على الprocess والّا على المُعدة نفسها الجديدة اللي أنا باركّبها، يعني والّا على طريقة التركيب؟ يعني بنعمل validation على إيه بالضبط؟ سؤال كويس جدًا. ال 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 الهيكل بتاع الvalidation بيبقى ماشي إزاي؟ خلّينا ناخد مثال إن إحنا بنركّب مُعدة جديدة. الvalidation بيتكوّن من 3 مراحل. مرحلة التركيب الinstallation qualification دي بيتعمل قبليها test plan وبيتعمل بعديها final report. دي بنتأكد إن التركيبات والdesigns ركبت زي ما الmanufacturer أو زي ما المصنع محددها، وزي ما أنا الdesigns بتاعتي في المصنع
مت مت م مرسومة ومكتوبة. وبعد ما نخلّص المرحلة دي بنخش على المرحلة التانية اللي هي الoperation qualification. المرحلة ديّة إحنا بنتأكد فيها إن التشغيل مؤهَّل إن هو يطلّع المنتج. مش بنتأكد إن المنتج طلع كويس، لأ بنتأكد إن المَكَن شغّال بالمواصفات اللي مطلوبة. آخر مرحلة بقى وهي أهم مرحلة، يعني تقدر تقول إن هي اسمها performance qualification، وفي ناس بتسميها process qualification، وفي ناس بتسميها product qualification. هو ده المسمى بيختلف على حسب اللي أنت هتطلّعه إيه. لو أنت غيّرت في الprocess ده بيسموه performance qualification. لو بتغيّر في المنتج أو المنتج عندك هيطلع مختلف أو هيطلع فيه تغيير، ده اسمه product validation. فهو بيسموها PQ performance product أو process qualification. في المكان ده بقى إحنا sorry آسف، في الsection ده إحنا validate المنتج نفسه، أو validate الprocess بالoutput اللي طالع منها. وطبعًا بعد كل مرحلة من دي بيحصل documentation بقى للحاجات اللي حصلت والحاجات النتايج بتاعة المرحلة دي. مضبوط، ده أهم حاجة طبعًا، لازم كل حاجة تبقى documented لسببين. إن أنا لو لا قدّر الله طلع لي أي مشكلة قدّام، أنا بارجع للrecords بتاعتي باشوف أنا عملت إيه، يعني إيه الvalidation اللي اتعمل وإيه النتايج اللي طلعت. بأمِّن نفسي في حتّة إن المنتج لو طلع فيه مشكلة، لأ أنا اشتغلت وعملت شغلي مضبوط، دي أول حاجة. وتاني حاجة بعد سنين كبيرة جدًا لمّا آجي أركّب خط جديد، لمّا باجي أعمل نفس التغيير تاني على خط تاني، بيبقى عندي reference كويس إن أنا أشتغل عليه. طيب إحنا بنتكلم دلوقتي على installation وoperation وproduct أو process. فinstallation صيانة، operation إنتاج أو process، وبرضه الprocess في الproduct والquality برضه في الproduct. فدي يعني أقسام كتير متداخلة وبتتشارك في الموضوع ده. مين في الآخر المسؤولية، مسؤولية مين؟ هي مسؤولية الفريق كُلّه. لازم الفريق كُلّه يبقى مسؤول عن الvalidation، بس اللي بيlead الprocess بتاعة الvalidation دايمًا قسم الجودة. بس هو طبعًا اشتراك جميع أطراف اللي حضرتك اتكلمت عليها دلوقتي. ممكن تقول لنا مثال من حاجة يعني تجربة عملية أنت عملتها من أولها لآخرها في موضوع الvalidation ده؟ طبعًا يعني أقدر أكلمك مثلًا في الصناعة اللي أنا موجود فيها حاليًا، بنركّب خلاطة جديدة. أول خطوات طبعًا جات لنا الdesigns وعملنا الرسومات بتاعتنا والمواصفات بتاعة الميكسر. آمم قسم الجودة بيبقى ليه هنا هوّة input في إن هو بيراجع الرسومات ديّة، وبيتأكد إن هي محققة الminimum requirement للجودة. هادّي لك مثال بسيط، ما ينفعش مثلًا تحط الميكسر ده مثل يعني مش قريب أوي، بس يعني هيفهّمك أنا قصدي إيه. ما ينفعش تحط الميكسر مثلًا لازق في الحيطة جدًا، ويبقى في مشكلة في إن أنا مثلًا ما أعرفش أنضّف جنبه. أو يبقى في الناس بتوع الpest control ما يعرفوش يعدّوا أو يتأكدوا إن الخلاطة، إن الميكسر محطوط إن هم يعرفوا يعدّوا ودرجة الحرارة والكلام ده. فطبعًا الquality بتصدّق على الرسومات ديّة وبتتأكد إن هي ما فيهاش أي مشاكل بتعيب الquality. في الأول طبعًا إحنا بنعمل الtest plan وبنحقق الsuccess criteria وبنحضّر ورقنا والرسومات بتاعتنا. بعد ما نخلّص الكلام ده والميكسر بيركب، المعدة بتركب، بنيجي نعمل الreport بتاعنا النهائي، إن كل حاجة تمِّت زي ما هي مرسومة وركبت زي ما هي مرسومة بالضبط. تاني مرحلة دخلنا عملنا الoperation، اتأكدنا إن المعدة مجرد ما عملنا on الدنيا اشتغلت تمام، الpumps بتلِف في الdirections المضبوطة. الsuccess criteria اللي حددناها كلها قبل ما نشغّل المعدة، اتأكدنا إن هي مضبوطة، ورقنا تمام، الcriteria بتاعتنا كلها تمام. دخلنا على المرحلة اللي بعدها بالاشتراك مع الR&D وكل أطراف المصنع طبعًا. بنقعد نحدد الsuccess criteria، إيه العينات اللي مطلوبة، إيه المنتجات اللي هننتجها، إيه الgrades اللي هننتجها
في الخلاطة ديّة. آآ وبعد كده بنشوف هنعمل إيه. أنتجنا المنتجات اللي مطلوبة، طلّعنا، بعتنا العينات، عملنا تيستات، عملنا الfinal product الfinal report بالconclusion في كل المنتجات اللي طلعت وكل التيستات اللي اتعملت، وهل هي approved within specs واتحققت والّا لأ. وبعد كده بندّي في الآخر approval إن الqualification أو الvalidation آسف تم ب3 مراحل بتاعته. خلّينا بقى ناخد مثال العكس، إن أنت كنت موجود وما اتعملش validation فالموضوع باظ. أنا كنت موجود في المكان وما اتعملش validation. يعني لأ، ما حاجة يعني case من اللي أنت شُفتها، أصل بُص يعني خلّينا نبقى واقعيين، هو موضوع الvalidation ده يعني مش حاجة من الحاجات المُتعارف عليها في كل المصانع، فلو هو بيتعمل فدي حاجة كويسة، غالبًا هو ما بيتعملش، لو بيتعمل طب هل هو بيتعمل صح والّا لأ؟ فأكيد شُفت حاجة، فإحنا محتاجين بقى الحاجة دي. أنا بس بنحاول نبيّن للناس أهمية ال الموضوع إن فكرة الvalidation دي تبقى موجودة، وتبقى فكرة الdocumentation أصلًا بتاع تركيب الخطوط أو التغيير اللي بيحصل في الخطوط أو في الprocess أو في الproduct أو الكلام ده، إن هي لازم تبقى documented. يعني أعتقد دي الmessage اللي المفروض نخرج بيها من الحلقة دي. مضبوط، عندك حق. هاقول لك على case أنا قابلتها زمان. اشترينا مكنة في مصنع أنا كنت شغال فيه قبل كده. المكنة دي كان المفروض تطلّع كذا grade من الproduct. وإحنا كنا مستعجلين جدًا، وقرروا يركّبوا المكنة ويتأكدوا إن هي شغالة، واشتغلت المكنة وطلّعت الproduct الأولاني. وعشان إحنا كنا مزنوقين جدًا، فقعدنا ننتج من الproduct الأولاني دوّة كتير جدًا ولفترة طويلة، وخلاص قُلنا المكنة شغالة وندّي للsupplier الفلوس بتاعته. تمام يعني ما فيش مشكلة والدنيا ماشية زي الفل. بعديها بفترة اضطرينا نخش نعمل الproduct التاني اللي المكنة بتطلّعه. لقيناه ما بيطلعش. يمين، شمال، نجيب المكنة كده، نغيّر الsettings، نعمل كل حاجة، الproduct ما بيطلعش. يعني في مشكلة كبيرة وعندنا طلبية. نيجي نجيب الsupplier ونقول له تعالَ شوف لنا المكنة ما بتطلّعش الproduct اللي إحنا قُلنا لك عليه ليه. ييجي ويحاول ويجرّب، لأ هي مش قابلة تطلّع الproduct ده. مع إننا لمّا بعتنا وطلبنا نشتري المكنة، طلبنا الproducts اللي إحنا محتاجينها بالمواصفات اللي إحنا محتاجينها. طبعًا يعني عشان إحنا عندنا مصنع تاني، رُحنا أنتجنا على مكنة تانية في مصنع تاني ولحقنا لحقنا الطلبية، بس طبعًا يعني كانت قصة فشل يعني. طب وعملت اتفضل. لأ، ما أنا خلاص ما دفعنا للsupplier والsupplier قال لك يعني أنت بقى لك كتير شغال بيها والدنيا تمام يعني ما فيش مشكلة يعني. تمام. غلطتنا طبعًا. طيب في الcase دي بقى، يعني كانت الvalidation ممكن تساعدنا إزاي؟ أو الصح بتاع الموضوع إيه؟ الصح إن أنا لو كنت مشيت بالخطوات اللي إحنا اتكلمنا فيها قبل كده، وجرّبنا كل الgrades حتى بكميات قليلة نتأكد إن كلّه شغال، كنت أنا استفدت من الsupport بتاع الsupplier ساعتها، واستفدت من إن أنا مقعّده معايا ورابطه جنبي إن هو لازم يحل لي الموضوع ونتأكد إن كل حاجة تمام، قبل ما أدّي له فلوسه وقبل ما يقول لي يعني أنت بتطلّع الحاجة اللي أنت عايزها. ماشي، بس موضوع الgrades ده إن أنت تtest الgrades كلّها كان ممكن ياخد وقت كبير. ففي الآخر لا الsupplier هيستناك كل ده، ولا أنت برضه أنت كإنتاج أو كمصنع أنت محتاج تطلّع الطلبيات بتاعتك والحاجة بتاعتك، فممكن برضه ما يبقاش عندك فرصة إن أنت تستنى الgrades كلّها. ده رَد يعني. عشان كده إحنا محتاجين نعمل sampling plan. لازم نتفق في الأول قبل ما نبتدي نعمل الvalidation بتاعنا، إحنا محتاجين samples قد إيه، ومحتاجين نعمل الgrades دي كلّها والّا لأ، عشان نشيل الrisk بإن الحاجة ما تطلعش. لو أنا مصنع صغير أو مش صغير، أنا مصنع وما عنديش الvalidation خالص، ما باجرّبهاش، وسمعت الحلقة دي النهارده و وقررت إن أنا هابتدي لأ، الموضوع ده شكله مهم وهيفيدني في المستقبل، فأنا عايز أبتدي. أبدأ منين؟ سؤال كويس جدًا. هو فكرة الvalidation في مصر عامةً موجودة في الصناعات
زي الأدوية، زي المواد الغذائية. هي طبعًا ليها كورسات وليها trainings بتتاخد وليها tools موجودة على الإنترنت. أنا طبعًا قسم الجودة لازم يبقى aware بفكرة الvalidation، ولازم يبقى فاهم يعني إيه validation بأبسط طرقه. يعني مش محتاج إن أنا آآ أشتغل الprocess كاملة وأعطّل الدنيا في مصنع ممكن يبقى محدود. إحنا محتاجين الmentality بتاعة الvalidation تبقى موجودة. أنا كل أمّا كنت باعمل audit في أي مصنع، بجد الواحد بيعرف المصنع دوّة واقف على رجله، وتقدر تثق في إن المصنع ده الsystem بتاعه كويس لو الvalidation system بتاعه كويس. مصانع بيبقى عندها validation master plan، بيبقى محددين الequipments اللي عندهم اتعمل لها validation إمتى، اتعمل لها revalidation إمتى. الموضوع مهم جدًا إن أنا أتأكد إن الsystem بتاعي ماشي كويس، وإن أي تغيير بيتم حسب منهج مضبوط وموثّق فعلًا. فأنا يعني شايف إن هو أنت محتاج المصانع الصغيرة دي تعمل list للمَكَن اللي عندها كُلّه، شوف إيه اللي validated وإيه اللي مش validated. حتى لو أنا ما عملتش validation الequipment شغّالة already، بابقى كاتب إن هي الequipment ديّة بتطلّع الأداء المضبوط اللي فيها. لمّا هاعوز أعمل فيها تغيير تاني، هاعمل لها validation بطريقة ممنهجة، بطريقة كويسة، عشان أتأكد إن المنتج بتاعي سليم. أنت قُلت في بداية الكلام إن أنت اشتغلت على الموضوع بتاع الaudit في صناعات مختلفة وجوّه مصر وبرّه مصر، وأكيد كان من ضمن الaudits دي القصة بتاعة الvalidation. فهل في اختلاف ما بين جوّه مصر وبرّه مصر في موضوع الvalidation ده؟ اختلاف بقى من ناحية إن هم يعني أكثر دقة، اختلاف من إن هم أكثر حرصًا على الموضوع، اختلاف في الreports اللي بتطلع. يعني قُل لنا كده إيه الاختلاف لو كان في، لو ما فيش تمام. خلّينا نتّفق إن الvalidation عند كل المصانع تقيل على قلبهم جدًا. يعني هو حاجة صعبة جدًا في كل الجنسيات. يعني من أول ما بتتكلّم في اليابان، الأمريكان للأوروبيين كلّهم بيبقوا مستتقلين الvalidation. عارفين إن هو مهم وrequirement مهم عندهم جدًا، بس طبعًا تفاوت رهيب جدًا في العقلية. يعني بيبقوا عارفين إن هو محتاج يتعمل وممكن ما يتعملش أو ما بيتعملش بالطريقة المضبوطة. لكن في الأول وفي الآخر كُلّه عارف إن هو محتاج يعملها. طبعًا برّه يعني في اليابان وأوروبا وفي أمريكا كُلّهم عارفين الأهمية الموضوع ده أكتر من مصر بكتير. في مصر طبعًا الvalidation يعني للأسف محدود جدًا يعني. طيب ليه على أهمية الموضوع الناس برضه مستتقلاه؟ يعني لو أنا مُدرك إن الموضوع ده مهم وكده، كده يعني هيحميني من حاجات، فأنا ليه برضه مستتقل؟ آآ في ظِل طبعًا الإنتاجية، وفي ظِل إن أنا مطلوب منّي إنّي أطلّع إنتاجية وأركّب مَكَن بسرعة وأطلّع إنتاج سريع. دي process بتاخد وقت، وبتاخد مجهود، وبتاخد documentation، وبتاخد أطراف كتير بتتدخّل في الموضوع، بتعمل meetings وبتعمل brainstorming. فأنت بتاخد من وقتهم وبتزوّد عليهم load شغل برّه الشغل الطبيعي بتاعهم، فطبيعي بيبقى تقيل عليهم كلّهم يعني. إحنا كده يعني عرضنا الفكرة وبوّظناها في الآخر الحمد لله. لأ خالص. بُص، لازم تقول طبعًا عيوبها إيه. عيوبها إن هي تقيلة على الناس، بس في الآخر هي بتحميك من حاجات كتير جدًا. طيب الvalidation موقعه فين من إدارة التغيير في المصنع؟ يعني ده in case يعني إن إحنا عندنا أصلًا management. يعني الmanagement of change ده يعني دي حلقات أخرى، يعني دي قصة كبيرة. أكيد. الmanagement of change لمّا بنيجي نعمل أي تغيير، أول سؤال بيتعمل في الmanagement of change: هل التغيير ده محتاج يتعمل له validation والّا لأ؟ ف حلو. فدي ده أول سؤال بيتسأل لو أنت عندك الcheck list أو عندك تغيير بيتم إدارة التغيير أو إدارة الprocess عامةً في المصنع ده أهم سؤال. زي مثلًا أنا جيت غيّرت مَكَنة، ده أنا محتاج full validation. طب أنا جيت غيّرت process هيأثّر على الproduct،
لأ، أنا محتاج بس أعمل performance qualification. أنا باحدد إيه الvalidation، أنا محتاج validation والّا لأ، وباحتاج أنهي level من الvalidation اللي هاعمله. طب إيه الكرايتيريا؟ يعني أنا إمتى أقول أنا هنا محتاج validation وإمتى أقول أنا مش محتاج validation؟ يعني لازم يكون في الموضوع فيه كرايتيريا وإلا هتبقى يعني براحتنا بقى، إحنا شايفين إن الموضوع ده طبعًا. لأ، دي حلوة ده validation. صح. إحنا أول حاجة أنا غيّرت مواصفة منتج، غيّرت متطلبات عميل، غيّرت مواصفة مَكَنة، غيّرت حاجة في الخط هتأثّر على المنتج النهائي وهتأثّر على العميل والّا لأ. لكن عملت تغيير زي مثلًا ممكن أقول لك على إيه مش محتاج validation. يعني ما فيش مثل حاضر في دماغي دلوقتي، بس أنت أكيد قابلت أمثلة زي كده. يعني أنت لو قُلت لي مثلًا أقول لك ده محتاج validation والّا لأ. يعني أنت عايز مثال لحاجة مش تغيير يعني أنت قابلته. محتاج validation. مثلًا جِبنا tool معيّنة للoperators مثلًا يستخدموها، بدل ما هو مثلًا بيستخدم مَفَك يدوي، جِبنا له tool crunch مثلًا. بالضبط. ده أنت فأنت غيّرت في طريقة الشغل بتاعته أو في الأداة اللي بيستخدمها في الشغل، بس ما غيّرتش في المنتج النهائي، أو ما أثّرتش على المواصفة بتاعة المنتج. فأنت مش محتاج validation في اللحظة دي. تمام. طيب آخر سؤال بقى، نصيحة تدّيها للمصانع فيما يتعلق بالقصة بتاعة الvalue، يعني نsum up كده كل اللي آآ قسم الجودة لازم يعمل search على أبسط طريقة validation تناسبه وتناسب الصناعة اللي هو شغال فيها، والtools اللي يقدر يستخدمها ببساطة عشان يعمل validation لأي تغيير عنده في المصنع أو في الprocess ببساطة جدًا يعني. باشمهندس أحمد، أنا باشكر حضرتك جدًا، جدًا، جدًا على وجودك معايا النهارده وقبولك دعوتي، وباشكرك على المعلومات اللي أنت وخبرتك اللي أنت شاركتنا بيها النهارده، وإن شاء الله الناس تكون استفادت من الحلقة. متشكر يا باشمهندس حسن، ومتشكر على الاستضافة جدًا، وأتمنى إن أكون فدت الناس فعلًا. إن شاء الله. كنا معاكم النهارده بنتكلم عن الvalidation، اتكلمنا يعني إيه validation، اتكلمنا عن أنواع الvalidation، إزاي تعمل validation، إزاي تبدأها بخطوات بسيطة لو أنت يعني الفكرة بتاعة الvalidation دي أو الmentality بتاعة الvalidation مش موجودة في المكان. ادينا أمثلة عملية عن يبقى عندنا validation وما يبقاش عندنا validation إيه اللي ممكن يحصل. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا النهارده، واستنوني في حلقات جديدة في المصنع.